وبنقول مرحبا لأصدقائي لكل مواليد برج الميزان. وأخيرا وصلت لعندي. اليوم حنحكي أو حنعمل قراءة لشهر سبتمبر أيلول 2025. بتمنى لكم قراءة ومشاهدة ممتعة ومفيدة لكم. بعتذر كتير، بعرف اني تأخرت كتير بتوقعات قدرت انزلها، بس برجع وبكرر وبقول انا كنت بلبنان، مسافرة للبنان بيروت، كان عندي شغل هناك تصوير، خلصت رجعت على الأردن، اجاني تصوير بالبحر الميت، فاضطريت ارجع اسافر للبحر الميت، وكان موضوع كتير هدك علي. انا كنت عاملة سكريبت بس ما كنت لسه مصورة، فكتير اسفة اني انا تأخرت. وعدكم بالمرات الجاي تكون على الوقت. خلينا هلا نتعمق مع مواليد برج الميزان، شو رح يصير معنا بشهر ايلول سبتمبر، وايش الاشياء اللي لازم احذركم منها. ضروري جدا تحضروا الفيديو من اوله لاخره، جد بحكي ما بشجعكم بس عشان تحضروه، لانه بين كل فقره وفقره هعطي تحذيرات، هعطي تنبيهات، هعطي حل لشغله ممكن تصير معنا بشهر سبتمبر، لانه مش سهل شهر سبتمبر، فيه اشياء حلوه بس فيه شويه تحديات او اشياء او نقاشات حتى حاده. من بداية شهر سبتمبر 1 سبتمبر أيلول حنشوف تراجع كمان مرة لكوكب زحل لبرج الحوت. بهذه الفترة يا مواليد برج الميزان حتتعرضوا لأمور ضغط أو نقاش حاد أو أشياء بتحسوا أخذتوا قرار فيها رديتوا تراجعتوا فيها، حتحسوا حالكم مترددين بزيادة بهذه الفترة ببداية شهر سبتمبر. هذا الوقت استغلوه. أول إشي ارجعوا للرياضة ضروري جدا، واستغلوا هذا الوقت تحطوا جدول صحي مهم جدا، صحتكم ثم صحتكم ثم صحتكم، تركزوا على صحتكم كتير منيح، تعملوا تمارين رياضية، حطوا وقت وجدول بناسب حياتك الشخصية يا الميزان وبناسب شغلك. عندك اجتماعات كتير، اجتماعات منيحة، فبدك تروح على الاجتماع وانت نشيط وتعمل شغل وميتنج حلو، ضروري جسمك وصحتك تكون منيحة. كمان برضو شوي حتتأثر حياتكم العاطفية بس بشكل يعني طبيعي، في تغييرات شوي، في مناوشات شوي، في نقاشات حادة شوي، بس كلياتها مع حركة كوكب زحل. وبيوم 2 سبتمبر أيلول 2025 حنشوف كوكب عطارد عم بدخل لبرج العذراء بهذه يعني بيتك الثاني عشر. بهذه الفترة يا مواليد برج الميزان حتعمل لنفسك مراجعة سنوية لكل الأشياء اللي صارت معك، لأنه كمان هلأ يعني قرب عيد ميلادك يا مواليد برج الميزان، فيس عم بشوفك أنت إن شاء الله العمر كله يا رب، عم بشوفك عم تعمل مراجعة للأشياء صارت معك بالسنوات الماضية، إيش الأخطاء اللي أنت أخطأتها وبدك تعدل عليها. فعم بشوفك عم تعمل تقييم، إعادة تقييم لأفكارك، للتحليل للمواقف اللي صارت، إيش الغلط سواء بحياتك الشخصية أو العاطفية أو الزوجية أو حتى المهنية، إيش الأخطاء لحتى تعرف إنك تعدلها. حاول ما تفرط بالتفكير، احترس والإفراط بالتفكير بهذه الفترة، لأنه أحلامك ممكن تأثر عليك، كوابيسك في شوية قلق، في شوية توتر، هذا الحكي مرتبط بشغلك، فضروري جدا ما تفرط وانت بتفكر وبتحلل كتير. وبيوم 4 سبتمبر أيلول 2025 حنشوف يا مواليد برج الميزان كوكب المريخ ببرجك، فيسهل في مواجهة، في إثارة، في إنجازات، في تربيع مع كوكب المشتري السرطان. فعم بشوفك بهذه الفترة يا مواليد برج الميزان مع هذا التربيع اللي رح يصير في احتكاك، في احتكاك مع أشخاص تحديدا بحياتك المهنية، في احتكاك مع أشخاص بشغلك، عم تتعارض مع نموك المهني، عم تتطور، عم تنجح، فبتلاقي ناس عم بتعارضك بهذا الموضوع، ما بدهم إياك تنجح أو عم بوتروك، في توتر بشخصيتك عم بيصير بشغلك تحديدا، في شوية مشاكسات يعني. يس، ما بدي إياك تخاف، هي أكيد يعني هاي بهارات الحياة بصراحة. عم بشوفك كمان بتحقق التوازن، انك ما تعمل مشاكل وبنفس الوقت تمشي بخط سير صحيح بحياتك المهنية. وبيوم 5 سبتمبر أيلول 2025 لما يرجع أورانوس لورا، هون وقتها يا مواليد برج الميزان في عندك أمور عم تنفتح على السفر، على التعليم، على المغامرة، على المخاطرة، في أمور تتعلق يس كتير بالسفر. كمان في عندك عم بتفكر يا مواليد برج الميزان انك تعمل رحلة، لسه ما عرفت لوين وجهتك،
حابب تعمل رحلة تسافر فيها بس لسه مش عارف لوين بدك تروح. في مفاجآت، في تحول مفاجئ، شي منيح، ما بدك تخاف. في عندك أمان وظيفي، أمان بالفكرة، أمان بالتطور، حاسس بالأمان، خلص أنت مآمن بحالك، مآمن بفكرتك، عندك إيمان زيادة. مش مثل قبل، عندك تطور بشكل غير متوقع بشخصيتك وبشغلك وبدراستك كمان إذا أنتم بتدرسوا جامعة أو مدرسة. فيس في عندكم تطور كتير كبير. عم بشوف بهذه الفترة عم تستعجل لحتى تعمل إجراءات تغيير لإشي معين، تغيير إقامة، تغيير شهادة، عم بتطارد على إشي معين وعم تستعجل لحتى تعمله. هو إشي كتير مهم، المهم حينعمل معك. وبيوم 7 سبتمبر أيلول 2025 حنشوف يا مواليد برج الميزان حيتسلط الضوء برضه على صحتك، على وقتك، على تغييرك لوظيفتك. في عندك تغيير وظيفة أو تغيير لوقت وظيفتك، أو حتى جدولك الزمني بالشغل. مع الكسوف اللي رح يصير والخسوفات والأشياء اللذيذة رح تصير، ما تخاف. عم بحاول كوكب المشتري إنه كوكب مشتري السرطان ببيتك المهني، فعم بخليك تركز على انك تنظم حياتك، تنظم حياتك المهنية، تشتغل عليها اكثر لحتى يعطيك توسعة اكثر باذن رب العالمين، يعطيك وفرة اكثر. عندك توازن بالعقل والجسد والروح بهذه الفترة. حتحس حالك يس مكتمل تماما، جاهز لحتى تشتغل، جاهز لحتى تدعم حالك اكثر من قبل. وبيوم 13 سبتمبر أيلول 2025 عنا اقتران الشمس بكوكب عطارد في برج العذراء، بيتك الثاني عشر. في فرص عمل، في شراكات، عم تحكي بهاي الأمور. عم بشوفك بتحكي مع صديق لك بخصوص شراكة عمل، بخصوص شراكة شغل. عم يعطيك أفكار، عم تفكروا مع بعض كمان، عم يعطيك معلومات، عم تسأل عن إشي معين. عندك فرصة سفر مهمة جدا، عندك مقابلة لشخص خلال هذا السفر بأرض أجنبية. احتمال كتير كبير تسافر لأجل شخص معين لحتى تقابله بأرض مش بأرضك. وبيوم 17 سبتمبر أيلول 2025 لما يكون عطارد ببيتك الثاني عشر، هون يا مواليد برج الميزان بدك تكون حذر جدا. شفتوا هون بقولكم في تحذيرات، حذر جدا من المحادثات، حذر جدا من الاشياء اللي بتصير ورا ظهرك. خليك مفتح عينك على عينك هالقد على الناس اللي حواليك. انتبه كتير منيح لصحتك، جدولك الزمني، لتغذيتك. وانتبه كتير منيح كل كلمة بتحكيها، لأن صارت هاي الفترة محسوبة عليك. أي إشي بيطلع منك، سرك بشغلك بضل معك ابدا، ما حدا يعرف اسرار شغلك. ما تحتك كتير بالناس بهذه الفترة ابدا يا مواليد برج الميزان. حاول تعمل توازن جسدي وروحي عشان ما تهلك حالك، انه كل شيء معتمد عليه عم تشتغل عشان حتى تنسى اشي معين او تشغل حالك، او عم تفكر كتير فبتهد حيلك. انتبه كتير لصحتك يا مواليد برج الميزان، ضروري جدا بهذه الفترة. وبيوم 18 سبتمبر أيلول 2025 مع دخول كوكب عطارد لبيتك الأول اللي هو عندك ببرج الميزان، بهذه الفترة حيصير في توازن أكتر، عم بتعبر عن حالك أكتر، في تعليم، في تواصل، في تواصل اجتماعي، في ناس عم تقعد معاهم. أنت كتير اجتماعي وبتحب تقعد مع الناس، فهذا إشي كتير لذيذ بالنسبة لإلكم. عم بشوفك عم بتعزز جاذبيتك أكتر، الناس عم بتقرب منك أكتر، في عندك اتصالات كتير، عندك اتصالات شخصية يا مواليد برج الميزان بهذه الفترة. في أحداث كتير حتصير بكافة المجالات، سواء كنت بتدرس في أحداث حلوة، إذا كنت بتشتغل أو عندك مشروع خاص لإلك في أحداث حلوة بإذن رب العالمين بهذه الفترة. وبيوم 19 سبتمبر أيلول 2025 عندك شجرة الدولار الذهبية بهذا الوقت بإذن ربنا. يعني بدي إياك تتأمل كتير منيح، تركز كتير منيح مع الطبيعة، مع حالك، لانه التركيز والتامل هو رح يجيب لك مصاري، هو رح يجيب لك دخل، هو رح يخليك تفكر صح كيف تجيب مصاري. فيس قدامك شجرة دولار ذهبية، ضروري جدا انك انت تتامل وتركز كيف توصل لهذه الشجرة يا مواليد برج الميزان. حاول تنغمس مع حالك اكثر، ما تحكي لحدا، وبرجع بكرر ما تحكي لحدا اي اشي بصير معك وراء الكواليس.
وبيوم 21 سبتمبر أيلول 2025 عم نشوف كسوف الشمس في برج العذراء. بهذه الفترة يا مواليد برج الميزان حتأثر عليك شوي لأنه قريب كتير منك هذا الكسوف، فبدي اياك تنتبه كتير منيح يا مواليد برج الميزان من التوتر، القلق، تدخل نقاشات حادة، تقلق كتير، تتعب صحتك، حتأثر على صحتك هذا القلق. ما تكون منظم، حاول تكون انت منظم جدا مع اكلك، مع صحتك، مع يومك، مع كيف تتعامل حتى مع الناس عندك. يعني ما تحاول تفوت بباب الروح الباهتة، ما توصل لهي المرحلة، دير بالك. عم اشوفك بهذه الفترة عم تحكي انا كتير مريض، حاسس حالي تعبان، متوتر، مش قادر، مش عم بركز. فيس خدها بروية، وبإذن رب العالمين بعد هاي الأيام أو بعد هذا الكسوف رح تصير أمورك أحسن. لأنه الكسوف كتير قريب منك، يعني هو ببرج العذراء، فهذا الإشي كتير بأثر عليكم. وكمان في أخبار حلوة ممكن تسمعوها، مش شرط بس تعب أو قلق. إن شاء الله يا رب العالمين حتسمعوا عن كتير سيدات حوامل بهذه الفترة، هاي بتقول لك أنا حامل 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 ياس. في كتير في ناس عم بتفكر، أو في شخص عم بفكر يحكي لك سر، عم بروح وبرجع بروح وبرجع لعندك، وبالأخير رح يقول لك أنا في سر بدي أخبرك إياه وبخبرك إياه. وبيوم 22 سبتمبر أيلول 2025 حيدخل كوكب المريخ لبرج العقرب. بهذه الفترة يا مواليد برج لبيتك الثاني عشر، يا مواليد برج الميزان، بهذه الفترة حتركز على الأمور المالية والقيمة الذاتية وقيمتك أنت، احترامك لذاتك، كيف تصرف مصاريك. كون حذر، كون حذر بهذه الفترة يا مواليد برج الميزان. انتبه لعواطفك، ما تندفع كتير بعواطفك، ما تصرف كل اللي بجيبتك. يعني حاول استثمر بحكمة، استثمر بمشاعرك، استثمر بمصاريك، استثمر بأمانك، واستثمر بحالك وبصحتك يا مريض برج الميزان. ما تصرف على كل إشي، ما تشتري أي إشي عجبك والسلام وخلص أنا بدي أشتري. انتبه، خبي قرشك ليومك الأسود، وما تبالغ بمشاعرك. وبنفس اليوم 22 سبتمبر أيلول حنشوف دخول الشمس لبرجك بيتك الأول. بهذه الفترة حيتسلط الضوء على الأشياء الأساسية بحياتك، على شخصيتك، ثقتك بحالك، حتقوى ثقتك بحالك. الشمس هي المتمردة قلقانة النارية، فعم تعطيك ثقة بحالك أكتر. عم بشوف إنه هذا الوقت المناسب لحتى تحتفل، تعمل تحتفل بإنجازاتك، تحتفل بالأشياء اللي أنت حابب تفرح فيها. هذا اليوم كتير حلو عليكم، حيكون يا مواليد برج الميزان. وبيوم 23 سبتمبر أيلول 2025 عم بنشوف برضه لسه الشمس ببيتك الأول ببرج الميزان. بهذه الفترة يا مواليد برج الميزان عندنا معارضة مع كوكب الزحل ببيتك السابع. هذه الفترة في شوية تشابك، ارتباك، في مناوشات بالبيت، حاسس في مشكلة ممكن تصير من غير شر، يعني مش مشكلة، نقاش بينك وبين شريكك، ممكن زوجك أو عميل عندك أو معالج نفسي عم بتناقش نقاش حاد، أو ممكن كمان الشريك المهني، شريكك بشغلك. يس، عم بشوف في شوية ارتباك، في شوية نقاشات زيادة عن اللزوم حادة. يس، علاقتك مع زملائك، انتبه كتير بعلاقتك مع زملائك بالشغل بهذه الفترة. بيوم 24 سبتمبر أيلول 2025 عم نشوف كوكب المريخ في بيتك الثاني، يعني بيت الأموال والمال، وبدخل بتربيع مع كوكب بلوتو الدلو. بهذه الفترة حيتركز الأمور على قيمتك، أموالك، أشيائك الإبداعية. في شوية توتر، بس هذا تحويل التوتر ليعطيك متعة مالية أكتر، ليعطيك متعة ومتعة مادية أكتر بهذه الفترة. بس بدك تكون حذر من الاستثمار، أو إنك تغامر تدخل تشتري أسهم أو تلعب على جيم أو على لعبة تحط عليها مصاري بزيادة. دير بالك يا مواليد برج الميزان، أبدا أنت مش متحمل هلأ خسارات. عم أشوف عندك تعاملات بنكية بالمال، إنفاق، سحب، إيداع. حاول تدير بالك من أي توقيع أو أي مسج بيجيك، إذا مش متأكد إنه من البنك فأكيد ما تحاول تتواصل معهم. الأيام اللي بدي أحذرك منها يا مواليد برج الميزان، أو أنصحك بهذه الأيام: يوم 18 سبتمبر حاول تعزز سحرك على اللي حواليك، كون ودود أكتر. يوم 19 سبتمبر أيلول عزز حكمتك وجمالك بنفس الوقت، في عندك رحمة أكتر رح يصير بهذا اليوم. وبيوم 22 سبتمبر أيلول حتدخل الشمس تعزز ثقتك بحالك وبنفسك واختفائك. الناس حتقول وين بروح الميزان، شو عم يعمل
بهذه الفترة. وبشوف لك كمان أو بنصحك بيوم 14 سبتمبر في شوية اشتباكات لحتى تعمل توازن أو تسوية مع حدا، عم تتفاوض مع حدا، حاول تكون رايق وهادي بهذه الفترة. بتمنى تكون حلقة اليوم عجبتكم يا وليد برج الميزان. إذا حبيتوها بليز 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 ما تنسوني من السوبر ثانكس أو الشكرا، بتلاقوه جنب السيف والشير. كتير بحب شكلها، اللون بيعجبني، إذا كبستوا عليها حتبسطوني كتير، وبتبسطوني كمان حتى لو حطيتوا لي لايك. وما تنسوا الكومنتات، احكوا لي أي بارت أكتر شي عجبكم وتفائلتوا فيه، كتير حكون مبسوطة. بشوفكم بشهر أكتوبر. إلى اللقاء يا أصدقاء.